لوح العربية دي للملكة إليزابيث. حلوة جدا حركة الكرسي ده قوي. عشان كده لما قررت قطر انها تاخد معرض جنيفا موتور شو بقت هي دي العربية الأيقونية. مساء الفل. النهارده انا موجود في معرض من المعارض المهمه جدا اللي يمكن كنا طول السنين اللي فاتت بنكون موجودين معاه، لكن اللي بيتم دلوقتي في العالم كله ان كل المعارض ما بقتش تحصل، او كل القائمين على المعارض بداوا يقول لك انه بيصرف فلوس كتير قوي فما بقوش يعملوا معارض، فبدات المعارض تختفي تماما واحد ورا الثاني ورا الثالث. من ضمن المعارض دي كان معرض مهم جدا وهو معرض جنيفا موتور شو اللي كان بيحصل في سويسرا، واحد من المعارض المهمه قوي. فجاه المعرض ده اختفى وخلاص ما بقاش يحصل تاني، لكن النهارده طرنا وجينا على الدوحه. ليه؟ لان جنيفا موتور شو موجود هنا. ايه اللي هيتم وايه اللي هيحصل وشكله عامل ازاي؟ يلا ندخل. خلينا نبدا على طول، وهنبدا باول جناح موجود وهو الجناح الكلاسيك، السيارات الكلاسيكيه اللي تعاد بناها تاني. واحده من الحاجات المميزه قوي خصوصا ان في مجموعه من العربيات رولز رويس فانتوم، لكن موديل 79 كانت مملوكه للملكه إليزابيث وعملت بيها زياره رسميه للسويد سنه 82. العربيه دي بمحرك V8 6700 سي سي، فيها تفاصيل مختلفه زي اللون التو تون اللي موجود والانتيرير باللون الاحمر. تعالوا اوريكم شكلها عامل ازاي. التو تون اللي موجودين في العربيه، الانتيرير اللي باللون الاحمر. لوح العربيه دي للملكه إليزابيث. اما العربيه اللي ورايا دي واحده من العربيات المهمه جدا. العربيه دي رولز رويس فانتوم في، تم انتاجها سنه 1962 وتم الكشف عنها في معرض جنيفا نسخه سنه 62، لكن المالك الحقيقي كان للعربيه دي هو حاكم قطر. بعدها اتسلمت العربيه لدوله قطر وفضلت موجوده بيستخدمها حاكم قطر من سنه 62 بمحرك 8 سلندر 6200 سي سي مع ناقل حركه اوتوماتيك 4 سرعات. تفاصيل العربيه دي كانت مختلفه لانها دركسيون شمال واتعملت مخصوص تكون للسواقه في قطر مش انجلترا، وده اللي كان فيها تفاصيل خلتها مختلفه. عشان كده لما قررت قطر انها تاخد معرض جنيفا موتور شو بقت هي دي العربيه الايقونه اللي مهم جدا انها تكون موجوده. تعالوا نتفرج عليها. لسه موجودين جوه المعرض وموجودين دلوقتي في جناح شيري، واحده من الشركات المهمه جدا اللي موجوده في منطقه الخليج وموجوده عندنا في مصر. شيري الصينيه من الشركات القويه جدا اللي اتطورت بشكل كبير قوي. خلينا نشوف ايه العربيات اللي موجوده عندهم، خصوصا ان في مجموعه كبيره من العربيات اللي تم الكشف عنها. تعالى من جوه جناح شيري اريزو 8. شكلها حلو بصراحة. التيجو 8 زي ما بقول لكم المصنع الصيني تحول بشكل كبير. جيكو واحده من العلامات الجديده جدا اسمها جي 7، عربيه شكلها خطير قوي، نازل منها المحرك البنزين، وعندهم كونسبت تاني للعربيه دي الفول الكتريك، دي نسخه الكهرباء. تفاصيل العربيه شكلها عاجبني، تعالى افرجكم عليها لان بصراحه تفاصيلها شكلها حلوه، وفي نفس الوقت كمان باين ان المصنع الصيني الفتره الجايه جايب قوه بشكل مختلف. اختارت ان عربياتها الفول الكتريك هتبقى بالارقام، فدايما هتلاقي اي في 5 اي في 6 اي في 9. دي الاي في 5 دي كونسبت، واجدد عربيه موجوده في الجناح هي الاي في 9، ودي اللي النهارده بيتم الكشف عنها لاول مره. فول الكتريك برضو زي ما انتم شايفين، شكلها حلو قوي. واخدين
بالكم ان خلاص كله بقى بيعمل البوكر اللي بتخش جوه الباب. الانتيريور شكله حلو. وحلوه جدا حركه الكرسي ده قوي. فول الكتريك طبعا. من الحاجات الحلوه اللي عندنا دي عربيه للفورمولا 1 وخلي الناس كلها تمضي عليها عشان تبقى ذكرى لطيفه. فكره حلوه جدا ومضيت بس بطريقه مختلفه. خليني اوريكم عملت ايه. واحدة من العربيات المهمة جدا اللي موجودة في المعرض لوسيد، شركة من الشركات الأمريكية. السعودية استحوذت على حوالي 60% من الشركة دي، وبقى في مصنع تاني موجود في السعودية، والعربية دي قريب هتكون في الأسواق. تعالوا أفرجكم كده على عربية فول إلكتريك لكن من مصنع أمريكي، وحاليا بقى شريكه الرسمي سعودي أو استحواذاته الأكثر سعودي، فهتتحول العلامة دي ممكن في يوم من الأيام إلى المملكه العربيه السعوديه. تعالوا نتفرج عليها لانها عربيه خطيره. دريم اديشن فيها تفاصيل كتير حلوه قوي. من اكتر الحاجات اللي بتفصل العربيه دي بحبها هو المنظر اللي هتشوفوه دلوقتي ده. واو. ويمكن هم متميزين قوي في ديزاين العربيه دي بالتفصيله دي في شكل ظهر العربيه. لما تيجي تبص من الجنب خطيره. تو تون ماتيريالز حلوه قوي قوي. شكل العربيه فظيع. اعتقد هنحتاج ان احنا نروح السعوديه قريب عشان نجرب العربيه دي تجربه مفصله. اما العربيه الثانيه اللي موجوده فهي نسخه اسمها اير. اعتقد دي واحده من العربيات برضو المهمه جدا. والعربيتين دول سواء دريم اديشن او الاير لوسيد من العربيات اللي هتحتاج الفتره الجايه ان احنا نجربها بتفاصيل، والواحد بيبقى فرحان ان يبقى فيه بهذا الشكل حاجه موجوده. تعالوا افرجكم عليهم.